المنتخب الوطني المغربي. خويا عادل، واش الوداد بصح حيدوا المنع واش داروا انتدابات؟ الو بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، الوداد البيضاوي حيدوا المنع الاولاني ديال الصيف كان فيه 1,700,000. هذا المنع فيه 1,600,000 اللي خلصوها، و400 مليون اللي خلصوها بالتراضي مع بزاف ديال اللاعبين، 2 المليار اللي فيه. اللاعبين سينا موفي سيناو ليه، ولكن باقي ما وجدها 100%. هذاك الشيء علاش ما لعبش. سيناو مالسا ولا ماليسا ميكايل سينا البارح مع الفريق الوداد البيضاوي، غيكون حتى هو مع اللاعبين اللي سيناو ميكايل مالسا وموفي. شكون اخر؟ عزيز كي اللي هضرنا عليه. نورمالمون الرئيس ديال الفريق غيجي حتى هو في القرعه، وهذاك المقر غيكون في هذيك اللجنه ديال الانديه الافريقيه، وغيكون المقر ديالو ان شاء الله هنا في المغرب، غيكون حاضر، وهذيك الساعه غيتفاهم هو يتبنى. الوداد غيفسخوا مع واحد 4 ولا 6 ديال اللاعبين، كيهضروا معاهم باش يفسخوا معاهم وداك الشيء باش يمشيو. باقين واحد 2 اللاعبين اخرين باقين كيتفاهموا معاهم واش غيجي واش ما غيجيوش، على حسب كل واحد حسب المفاوضات وداك الشيء. يتمنى فاش جا هضر مع الحارس ديال فريق الجيش الملكي بن عبيد، وباقي المشكل المادي بيناتهم، وهو مي دون تو لي كا بن عبيد باغي يجي الوداد يقدروا يلقاو شي حل وسط بيناتهم. الناس يتمنى فاش جا هضر مع بن عبيد، ولكن باقي ما تفاهموش على ما هو مادي. كيف قلت لكم الوداد عطاو واحد المبلغ قل من داكشي اللي كياخذ في الجيش، وهو بغى على الاقل هذاك الشيء اللي كياخذ في الجيش، وحاولوا واش غيلقاو الحل بيناتهم ولا ما يلقاوش الحل. وغيقدروا يجيو 2 ديال اللاعبين اخرين، واحد لاعب كيف قلنا عزيز كي، ولاعب اخر من البطوله الوطنيه، لاعب مغربي اللي كيهضروا معاه. هذا هو الميركاتو ديال فريق الوداد البيضاوي جوسكا ماتنو. كيف قلنا حيدوا واحد 1,600,000 و400 اسبيس، هي وقول 2 المليار. هذا الشيء اللي كاين في فريق الوداد البيضاوي. عادل، واش الرجاء غادي يحيدوا المنع ولا ما غيحيدوش؟ مع المنع واش غيحيدوا ولا ما يحيدوا على حسب واش غيبيعوا بالعمري ولا ما غيبيعوش. الا باعوا بالعمري كنظن مليار اللي كاين عاد بالعمري. ما كنظنش لان حتى العرض اللي جا عرض ماشي شي عرض، ماشي مالك ديال الجوطيه. عرض الله 500 ونخلينا 6 شهور ونديروا معك 500 عادي جدا اللي ما يمكنش تبيع به لعاب قيمه ديال يوسف بالعمري، عرض اللي ضعيف بزاف. دونك واحد عنده في الشرط الجزائي مليار، عندك 2 الحوايج، يا تحط المليار وتاخذه، يا غادي سميتو تمشي تقلب على لاعب اخر. اما خدمتكم مستمعي الكرام، احنا كنتهيئوا للنقل المباشر للقاء التاريخي المنتخب الوطني المغربي ومنتخب البرازيل الزعيم في كرة الصالة عالميا في دور الربع. مستمعي الكرام، بالاستوديو معي زميلي مصطفى بوشتا عن القسم الرياضي. مصطفى، مرحبا بك. مرحبا الأستاذ أبو سهل، ومرحبا بالمستمعين. ونسعد جميعا باستقبال الإطار الوطني واللاعب الدولي سي عبد الغني العثماني. مرحبا سي مصطفى، ومرحبا الأخ والصديق سي أبو سهل وجميع المستمعات والمستمعين. نتمنى على الله اليوم نكونوا في الموعد مع التاريخ إن شاء الله. المهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة. فعلا هذه مفردة جميلة، لأن المهمة صعبة وليست مستحيلة على منتخب اللي عودنا أنه دائما يخلق المفاجأة. يعني هاد الدورة استثنائية. علاش استثنائية؟ لأنه عرفت واحد إصابة كثيرة ديال المنتخب الوطني، وبالتالي الدعامات